السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هي برسالة مهمة قوي. في رسالة مهمة قوي بعد بالتحديد حلقة يوم الأربعاء اللي فات والكلام اللي وجهناه للبعض من اتهمونا بأمور غير حقيقية بالمرة. لكن أنا عايز أقول كلمة بس أو كلمتين، مش هاخد وقت بالمناسبة، يعني مش هاخد وقت خالص. يعني عايز أقول حاجة مهمة، إن يا جماعة في شعراية عارف شعراية؟ في شعراية ما بين الرد المحترم والرد اللي بالطريقة، واخد بالك فهمني ازاي، وما بين النزول لمستنقع من البذاءات. احنا عمرنا ما هننجر وهننزل للمستنقع ده، انسى. واخد بالك مني في الكلام ده؟ عمرنا كفريق عمل هنا من خلال قناة محترمة زي قناة النهار ما هننجر وهننزل لهذا الاسلوب من البذاءات. في البعض ممكن يكون ليه قيمة نرد عليه، مفيش مشكلة، ممكن يكون ليه قيمة فبالتالي نرد طالما اتهمنا باتهامات معينة، طبيعي ان احنا نرد. لكن في البعض الاخر مغلوب على امره زي ما قلت لحضراتكم، ولا يستحق عناء الرد، ومعروف تمامهم. فدول انسى ان احنا هنقلل من نفسنا. ما تحطهاش في حساباتك ابدا ان احنا نقلل من نفسنا وننزل لهذا المستنقع من البذاءات. احنا لما نيجي نرد رد محترم، رد مؤدب، رد يليق بينا وقيمتنا ويليق بالمشاهد قبل اي حد، اللي دايما بينتظر مننا الشغل الاعلامي المحترم. بالتالي مثل هذه الامور مش هتخلينا ابدا ان احنا نخرج عن الطريق بتاعنا والسياسة بتاعتنا. وهدفنا من اول يوم في البرنامج ده ايه هو هدفنا؟ تقديم رسالة اعلامية محترمة، رسالة اعلامية هادفة، رسالة اعلامية بشكل مهني محترف بحت. فايا كان ايه اللي هيحصل، ايا كان ايه المضايقات اللي ممكن نتعرض ليها، ايا كان ايه البذاءات اللي ممكن تتقال علينا، احنا بعيد تماما عن الطريق ده. فلازم حضرتك كمشاهد محترم سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او بورسعيدي او اتحداوي او اي حد مختلف انتماءاته، حضرتك فوق راسنا من فوق. وهدفنا ان احنا نحترم حضرتك قبل اي حاجة تانية، وهدفنا ان احنا نقدم لك رسالة محترمة قبل اي شيء تاني، وهدفنا ان احنا نقوم بشغلنا وعملنا المهني اللي احنا بنستهدفه من اول يوم. واحنا حابين يا جماعة ان احنا نقدم اعلام مختلف، واحنا حابين يا جماعة ان احنا لما نيجي نتكلم في حاجة يكون البعض ما يكونش حاول ان هو يتطرق ليها. عشان كده ده غريب شوية على البعض، القليل بالمناسبة مش كتير. يعني في البعض القليل مش فاهم حتة زي دي، مش متعود على كشف الحقائق في أي هيئة رياضية بالمستندات، وده اللي عامل إزعاج كبير قوي عند البعض القليل ده. لحد هنا رسالتي خلصت، ودي الحاجة المهمة اللي حبيت ابتدي بيها حلقتنا النهارده.